فلورنتينو بيريز، انت ايش تريد بالضبط؟ بعد ما الفريق استقر عناصريا وقام يلعب عدل بدون اخطاء وبتشكيله منسجمه كالعاده، اجاك فلورنتينو بيريز قال لك اربيلوه بنهايه الموسم ما يبقى. يا ليش؟ والله انا بدي اجيب يورجن كلوب يدرب النادي. زين مو هذا اربيلوه ماشي صح وعرف شلون يدير الفريق؟ لا والله انا اريد الا يورجن كلوب. بداية خلينا نتفق انه اربيلوه مو مدرب بروفيشنال من الصفوة الاولى وما عنده تكتيك مميز يخليه يثبت بالنادي، بس عرف شلون يحقق لك نتائج. بيريز اجى قال لك حتى ذا الريال اخذ الابطال هاي السنة، الموسم الجاي اربيلوه ما يبقى. وهذا نفس اللي سواه ويا تشابي الونسو، مع العلم تشابي الونسو لو منطيه فرصة كان سوى شي بالريال، بس هاي إدارة مدريد بعد ما تصبر على مدرب. زين سؤال، هل اذا اجاك يورجن كلوب راح تحقق نفس النتائج ويا الفريق؟ راح تقول لي يورجن كلوب مدرب من الصفوة وكذا وهاي بس مو ضروري راح يتفق ويا اللاعبين ومو ضروري يقدم لك هذا الاداء. برأيك وقاعدة شائعة عند الاغلبية طبعا، من يكون الفريق عناصريا ممتاز وتحط له مدرب على قد حاله راح تشوف الفريق ينفجر. من تجيب مدرب ممتاز الفريق عناصريا تعبان هم راح تشوف الفريق ينفجر. بس من تجيب مدرب من الصفوة وتخليه ويا عناصر كلها نجوم، هنا نجاحك انت ما مضمون. مثال بسيط، كومباني والبايرن، كومباني بيها عليها ويا التدريب، بس هاي روح شوفه سوالك وحوش. ارسنال وارتيتا ايضا مو مدرب من الصفوة ولكن صار من الصفوة بمرور السنين. برشلونة وفليك، برشلونة عناصريا تعبان كان، اجى فليك قلب لك الفريق. فيا بيريز يا حبيبي انا اقول في حال اخذ اربيلو الابطال ويا الريال بقيه، هو هذا المدرب اللي يفيدك، عكس يورجن كلوب اللي ما مضمون نجاحه ويا الفريق. ادعمنا بلايك ومتابعة وقول لي هل تتفق وياي بمسألة يورجن كلوب؟